السلام عليكم ورحمة الله. متابعين يا حلوين، النهاردة هنعمل كابوريا. أهم حاجة نغسلها كويس تحت المية، كويس جدا. بصوا هي صغيرة بس ملحمة. خلاص معانا ايه بقى؟ معانا ملح، بصوا ملح، شطة، كمون، بابريكا، كاري، كركم، كاري. بس نحطهم كده. بصلة كبيرة أو بصلتين صغيرين على حسب. ربع كوباية مية. هقلبها عشان وارجع لكم. كده قلبتها، خدت كل الملح والتوابل اللي احنا حطيناها والبصل وشويه الميه. كده بقى نرفعها على النار. كده انا حطيتها على النار، وكل فتره والتانيه نقلبها. كده نغطي عليها بقى، وكده خلصنا. بس لسه نقلبها كل فتره كده هوريها لكم. ادي قلبته على النار مره اهو. هنقلبه بس كام مره كده وخلاص، ما بياخدش حاجه. انا برضو بعمل الجمبري بالطريقه دي، سهله وبسيطه. شويه توابل ومعاها بصلايه وربع كوبايه ميه. الحاجات دي مش عايزه اكتر من كده، ولا الكابوريا ولا الجمبري. يلا بينا لما يخلص اقدمه لكم مع الطحين. وخلصنا الكابوريا بتاعتنا باسهل ما يكون، ومعاها الطحينه. مفيش اسهل من كده. انا بعمل الجمبري بنفس طريقه الكابوريا. في اسهل من كده؟ اسرع اكل. انا عودتكم على الحاجات السهله والسريعه واللي طعمها تحفه. متنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، وكفايه انكم متابعيني، وتعملوا احلى كابوريا مع شويه طحينه حكايه. يا سلام عليكم.